تعالى أقولك على تطعيمات ابنك في أول 3 شهور من عمره. معاكم دكتورة زينب عبد اللطيف، استشاري الأطفال وحديث الولادة واستشاري دولي رضاعة طبيعية وتغذية علاجية للأطفال. تطعيم أولادنا في أول 3 شهور هي عبارة عن عمود المناعة لحياته كلها اللي جاية. في أول يوم من عمره بياخد التهاب الكبدي بيه، وده بياخده حقنة صغيرة نص سنتي تقريبا في الفخذ. في خلال شهر من عمر البيبي أو 40 يوم بياخد تطعيم الضرن، ودي بتبقى حقنة صغيرة بناخدها في الكتف الأيسر، وناخد بالنا إنها ممكن في أول كام يوم تعمل لنا إحمرار مكان التطعيم، وفي خلال أسبوع أسبوعين ممكن تعمل لنا زي حبة أو ندبة، وده طبيعي جدا في التطعيم دوت. ناخد بالنا إن زيارتنا للوحدة الصحية في خلال أسبوع ده ما بيبقاش تطعيم، ده بيبقى تحليل وبيتاخد من كعب الرجل. أول زيارة لينا للتطعيمات هي عند عمر شهرين، ودي بناخد فيها تطعيم الخماسي اللي هو عبارة عن الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي، وجرعة أخرى من التطعيم الكبدي، وكمان اللي هي التطعيم الالتهابات السحائية اللي هم مفلس انفلونزا بياخدهم في الفخذ الأيمن. بياخد تطعيمين فمويين اللي هم شلل الأطفال، والتطعيم التاني اللي هو الروتا اللي هو بتاع النزلات المعوية والإسهال. المهم إن احنا ناخده قبل 6 شهور من عمر الطفل. بناخد كمان في الفخذ الأيسر تطعيم المكورات الرئوية اللي بتحمينا من النزلات الشعبية ومن التهابات الأذن الوسطى. ناخد بالنا إن احنا ممكن يحصل لنا شوية ارتفاع في درجة الحرارة في أول 24 ساعة من التطعيم، وده طبيعي، وممكن ناخد جرعات باراسيتامول أو نعمل كمادات مكان التطعيم طبعا بتوصيات الطبيب بتاعنا. مهم جدا تستعدي للتطعيم وتجهزي ابنك ونرضعه كويس ونبقى مريحينه ونايمينه. دمتم بحب.